فيتامين د مش بس فيتامين عادي، ده عامل اساسي في الخصوبه وبيأثر مباشره على الانتصاب عند الرجاله. يعني انت ممكن يكون مفيش انتصاب خالص وتاخد فياجرا وتعمل ايه بالذي وبرضه الانتصاب مش موجود، ده بسبب ان فيتامين د عندك فيه نقص رهيب. نقص ممكن يخلي كل حاجه في جسمك تنهار، هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره يقل، الرغبه تقل، والمناعه تنهار، والاخطر انك ممكن تاخد ادويه كتير وانت اصلا مش محتاجها، محتاج بس تعالج نقص فيتامين د. النهارده هنكشف مع بعض اسرار فيتامين الشمس، فوائده، اضراره، انواعه، وازاي تعرف اذا كنت محتاجه فعلا ولا لا. وخد بالك جرعه غلط ممكن تدمر الكلى. يلا نبدا. لو بتحس دايما بتعب او صداع، مزاج متقلب، الم في العظم، ممكن تكون المشكله مش فيك لكن في نقص فيتامين واحد فقط، الفيتامين اللي هو لو نقص جسمك كله بينهار، ولو زاد بدون رقابه ممكن يوصلك للفشل الكلوي. فيتامين د او فيتامين الشمس النهارده هقول لك امتى تاخده وازاي ومين المفروض يبعد عنه لحد ما يعمل التحليل. ايه هو فيتامين د؟ فيتامين د لو فيتامين زائف في الدهون، الجسم بيصنعه طبيعي لما يتعرض للشمس، بس الواقع اغلب الناس دلوقتي عندهم نقص فيه بسبب قله الشمس، الاكل السيء ونمط الحياه كله قاعده. هو مش مجرد فيتامين، ده هرمون بيأثر على كل حاجه، على المناعه والعظم والمزاج والنوم والخصوبه والعضلات. طيب ايه الفوائد الاساسيه ليه؟ بيقوي المناعه بشكل مباشر وبيحارب الفيروسات والعدوى، بيساعد الجسم يمتص الكالسيوم عشان العظام تبقى قويه، مهم جدا للعضلات والوقايه من الشد العضلي والتشنجات، بيدعم المزاج وبيقلل من فرص الاصابه بالاكتئاب، ممكن يحسن التركيز والذاكره، ليه علاقه بصحه القلب والجلد وحتى الوقايه من بعض انواع السرطانات. طيب في خطر من انك تاخده؟ فيتامين د خطير لما تاخده من غير تحليل. لو عندك نقص فعلي فهو مفيد جدا، لكن لو طبيعي او زايد ممكن تسبب تسمم فيتامين د، ارتفاع الكالسيوم في الدم، مشاكل في الكلى، قيء مستمر، فقدان الشهيه، حصوات الكلى. عشان كده قبل ما تاخده لازم تعمل تحليل. طيب تاخده ازاي؟ في نوعين اساسيين، حبوب اللي هي التابلت او الكبسولات بتتاخد بالفم بجرعات مختلفه من 1000 و5000 و10000 وحده دوليه، لازم تاخده بعد الاكل ويكون اكل دهني عشان الجسم يمتصه. اتنين الحقن، للناس اللي عندهم ضعف في امتصاص او مشاكل في الجهاز الهضمي او اللي عايزين جرعه كبيره سريعه كل اسبوعين او شهر، لان الحقن في منها 200,000 وحده دوليه. الحقن لازم تكون تحت اشراف طبي وبناء على التحاليل برضه. طيب معاه اكل ولا لا؟ لازم تاخده مع دهون صحيه لان فيتامين د بيدوب في الدهون. افضل اكلات بتساعدك في الامتصاص ومليانه برضه فيتامين زي السلمون والتونه والسردين وصفار البيض والكبده ومنتجات الالبان كامله الدسم وزيوت طبيعيه زي زيت الزيتون وزيت جوز الهند. اوعى تاخده على معده فاضيه، واوعى تاخده مع قهوه او شاي او مضادات حموضه لانها بتقلل الامتصاص. طيب فيتامين د مهم جدا للناس ديت اللي عندهم هشاشه عظام او لين عظام وكبار السن والناس اللي عندهم سمنه واصحاب البشره الداجنه بيحتاجوا شمس اكتر عشان يصنعوا فيتامين د، الناس اللي مش بتتعرض للشمس نهائي، الناس اللي عندها امراض مناعيه او مزمنه. في رعايه الله.